الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. وانتم تشوفوا في الفيديو نتاعي لنهار اليوم. كما راكم تشوفوا جبت لكم فيديو جديد، فيديو بسيط عن كيفية تخليل الفجل الأحمر. كما راكم تشوفوا عندي كمية لا بأس بها من الفجل الأحمر. هنايا كنت غسلته ونقيته، كما نعرفوا يجي فيه التراب. نقيته غاية وغسله ونشفه ان شاء الله وندير معكم هذا الوصف. قبل لا نبدا الفيديو نتاعي، الصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. وانتم بدوا لي بجام البنات، اكدوا لي على الجام فضلا وليس امرا، باسكو نلقى المشاهدات ومانيش نلقى لي جام هذا. اذا عجبكم الفيديو عجبتكم القناه، طبيعه الحال كما راكم تشوفوا من بعد ما نشفت الفجل نتاعي نشفته مليح، غادي نخليه كما قلت لكم الطريقه تاعي في التخليل، ولو انها غنيه عن تعريف، الا اني بغيت نشارك مع احباباتي وصديقاتي هذه الطريقه. هنايا درت الخضار، رفقته بالخضار قابله للتخليل طبعا. عندي الفلفل الحلو وعندي الجزر وعندي الثوم والزيتون والقارص بطبيعه الحال ولا الليمون، وعندي فلفل حار. هنايا نبدا على بركه الله نحكم الحبه تاع الفجل، نقسمها الى 4، بما انه هاد الفجل جاي شويه كبير، واللي عندها الفجل جاي صغير دير حبه كامله فقط تثقبها هكا باش يدخل ليها التخليل عفوا، وتجيها الطريقه التخليل ناجحه ورائعه باذن الله. كما راكم تشوفوا عندي هذه الكميه، قلت لكم نقسم الحبه الى 4. صدقوني هذا الفجل عنده فوائد عديدة وفوائد متنوعة لجسم الإنسان. أولها القضاء على السموم، وخاصة السموم المتراكمة في الكبد. يعمل الفجل عفوا على التقليل أو التخلص من تلك السموم المتراكمة في الكبد، ولا طرح الغازات أعزكم الله من البطن، ويقوم بتسهيل عملية الهضم، وله عدة منافع أخرى. هكا نستغلوه في التخليل إذا لم نأكله كطبق ولا كسلطة. التخليل يجي رائع. كما راكم تشوفوا راني نواصل العملية، نقسم الحبة إلى 4. طريقة سهلة، طريقة كل مرأة جزائرية ولا مرأة عربية تعتمدها في التخليل أو المخللات نتاعها. انا نكمل كامل الكميه اللي عندي تاع التخليل تاع الفجل عفوا. كما راكم تشوفوا قطعته كامل، قطعت الكميه اللي كانت عندي بهذه الطريقه، ورافقتها بالخضار الفلفل الحلو قطعته ثاني هو بنفس الطريقه، والجزر كذلك والفلفل الحار. هنايا بغيت نخلي الزيتون، يعني نخليه على حبه، واللي تبغي تقطعه كذلك يعطيها منظر جميل ورائع. عندي فصوصه تاع ثوم، وعندي نصف حبه نتاع الليمون. كما راكم تشوفوا نحكم البواط نتاعي، من الاحسن تكون تاع الزاج البنات، باسكو تاع البلاستيك مع المده يعني يطلق لينا ديك الرائحه تاع البلاستيك. هنايا نحكم البواط تاعي كما راكم تشوفوا، من بعد ما كنت غسلتها ونقيتها ونشفتها بطبيعه الحال، نحكم الكميه نتاع الفجل كميه قليله فقط، نديرها في القاع تاع البواط ولا نتاع الحاجه اللي نبغي نخلل فيها، ونضيف ليها كميه من الخضار الاخرى اللي كنت قطعتها. كما راكم تشوفوا انا درت طبقه اولى من الفجل، وانتم تنجموا تخلطوا جميع الخضار مع بعض بما فيها الفجل وديرهم في البواط على ضربه. هذه الطريقه نتاعي تاع خوتكم بنت الصفراء في تخليل الفجل او المخللات الاخرى. كما نعرفوا الخضار اغلبها قابله للتخليل. من بعد ما درت الفيجن نتاعي في البواط، ودرت كامل الخضر اللي كنت قطعتها والزيتون، هنايا غلقت العلبه باحكام وخلطت كامل المكونات في باش تخلط لي مع بعضها وتجانس مع بعضها. هنا نروحوا لعمليه التخليل. كما راكم تشوفوا حليت البواط تاعي. هنايا نفضل ندير
الخل الأحمر كما راكم تشوفوا، لأنه فعال في عملية التخليل. واللي ما عندهاش دير الخل الأبيض. انا صراحه درت الخل الاحمر كما راكم تشوفوا. نعمر البواط نتاعي هنايا، نضيف عفوا او درت 5 مغارف تاع الخل الاحمر كما راكم تشوفوا. يعني قد ما كانت الكميه لاباس بها نتاع الخل نضمنوا نتيجه رائعه، ونضمنوا الخضر نتاعنا ما تفسد ليناش في العلبه. كما راكم تشوفوا هنايا انا درت مغرف تاع الاكل، يعني مغرف كبيره، ونضيف مغرف صغيره تكون تاع قهوه، ونصف من الملح، ونعمر البواط نتاعي بالماء طبيعه الحال. انا لازم نعمر ولا نفرغ الماء حتى تمتلئ العلبه نتاعي كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. هذه هي العمليه. ونحكم البواط تاعي ونرجها قليلا هكا باش تجانسلي المره الثانيه الخضار نتاعي. نفتحها للمره الثانيه باش نضيف الثوم. كما راكم تشوفوا ضفت الثوم، درت ربع فصوصه نتاع الثوم. وانايا اللي ما يحبش طعم الثوم او النكهه تاع الثوم يستغنى عن الثوم. وهنايا كلمسه اخيره نضيف عصير من القارص، ونقسم نصف حبه نتاع القارص نضيفها كشرائح. كما نعرفوا القارص ولا الليمون يعطينا نكهه رائعه في المخللات. كما راكم تشوفوا طريقه سهله وبسيطه وسريعه، ان شاء الله تعتمدوا عليها في جميع الخضار. وهنايا كمرحله اخيره كنت مليت العلبه بالماء وغلقتها جيدا باحكام. وهنايا جبت اون دوزيام بواط وقمت بنفس العمليه اللي قمت بها في المرحله الاولى. كما راكم تشوفوا درت الخضار ودرت الفجل ودرت الماء والخل والملح والثوم والليمون بطبيعه الحال، وغلقت العلبتين باحكام. وانا نفضل نوضع العلبتين تاع التخليل في مكان مظلم بعيدا عن الضوء هكا باش يتخلوا على مهلهم، ونضمنوا العمليه ناجحه ورائعه ان شاء الله. هذه هي المرحله النهائيه. كنت درت كامل الخضار اللي عندي بما فيهم الفجل الاحمر، ونغلقهم كما قلت لكم باحكام، ونحتفظ بهم حتى نتحصل على مخلل رائع ولذيذ وشهيه طيبه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.